السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعيش يوم كده مع بعض من يوم من ايام الشهر الكريم شهر رمضان. عايزاكم بقى كده لايك وشهيصوني بقى، انا بشطو بغيب عليكم وارجع بعد كتير، يعني اكيد وحشتكم. يا ريت بقى لايك وشير وكومنت، وهكون سعيدة جدا. واللي ما اشتركتش معايا تنزل كده وتفعل زر الجرس، هكون سعيدة جدا جدا باشتراكها معايا. تعالي بقى كده شوفوا معايا بقى النهارده النهارده بقى الأجواء اللهم لك الحمد. أجواء اليوم كانت جميلة جدًا والدنيا متسهلة كده، ورُحت السوق كده ما كانش ناقصني حاجات كتير، بس يعني كان ناقصني بقى إيه، فاكهة، خضار، حبة الحاجات اللي إيه، لا غنى عنهم دول في البيت. جِبت بقى كده فراولة وجِبت موز وجِبت جوافة. طبعًا من أول رمضان بقى إحنا زهقنا حلويات، كنافة وقطايف وجلاش ومش عارف إيه، يعني كل الحلويات بتاعتنا الجميلة دي. بس أنا بُصّوا الزينة بقى بتاعة رمضان باقول لكم بُصّوا وقعت إزاي، كل شوية الفرع ده ألزقه ويُقع مني ألزقه، وأنا عاملة بقى أجواء رمضانية كده في المطبخ، بس هاصورها لكم إن شاء الله. قُلت أعمل كده أنضّف بقى الفراولة كده وأعمل أبدأ بالعصاير، باحب أبدأ بالعصاير والحلو علشان أبقى كده إيه، خلصت منهم ومتطمنة بقى إن إيه، هيكونوا خلاص كده في التلاجة والعصير بيسقع. وغير كده كمان إن العصير والحلو بتحسّي إنه بياخد وقت شوية في تكّاته بقى وحركاته وكده. فالواحد أحسن حاجة لو عندِك عزومة كمان تبدئي بيهم، ولو هتبِلّي بلح أو هتعملي بلح بلبن أيًا كان يعني تكوني كده مجهّزة. وطبعًا كلّنا بنجهّز حاجتنا قبل رمضان، نفصّص البلح، القراصية، المشمشية، الحاجات دي بتكوني مجهّزاها. بس أنا النهارده بقى قرّرت أعمل عصاير بس. لإن عندنا البلح الطري ده كمان يعني سُنّة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بناخده بقى إيه، أول الفطار يعني، لو واحدة كده مثلًا، من غير ما يكون منقوع ولا حاجة. فما علينا بقى. فضربت بقى عصير الفراولة كده وحبّيت أحط له موز بقى عشان يبقى تقيل كده ومفيد وقيّم كده. وباقول لكم بقى بُصّوا حتى شفاشق رمضان الأجواء كلّها عاملاها، باحب أعمل كده في المطبخ أجواء رمضان كلّها، أجيب كده حاجات جديدة على رمضان. حتى لو حاجة بسيطة، يعني شفشقين، فروع زينة، خيّامية رمضان، أي حاجة كده تفرّحني كده وأنا باقف في الصيام كده تعبانة، أشوف بقى أجواء حلوة يعني، أفرّح نفسي يعني، إحنا بنفرح بأي حاجة ستات البيت يعني. هنا بقى عملت جوافة كمان وعملت الفراولة والموز، كده بقى باقول لكم خلاص كده العصاير خلصت وهادخّلها التلاجة تاخد بقى إيه، تسقع كده وتبقى حلوة علشان إن شاء الله على المغرب تكون ساقعة يعني. تاني حاجة بقى كده قُلت أبدأ بقى الأكل ما بياخدش معايا أي حاجة، وأكل النهارده كمان سهل جدًا، يعني هنطبّق بس على البوتاجاز. كنت مقطّعة بقى الفراخ كده ونقعاها بخل وملح وليمون، وشطفاها بقى شطفتها وصفيتها، وقُلت أشوّح كده على طول. أنتم عارفين بقى اللي متابعينّي من زمان، عارفين إن أنا باحب أشوّح الأول الفراخ. باشوّح بقى الفراخ وحطيت لورا وبصلاية وطبعًا معلقة السمنة الحلوة دي، أو الزبدة اللي إحنا عاملينها برضه قبل رمضان. و هاشوّحها الأول، قطّعت كده الوراك، لإن الوراك كنت جايباها كبيرة. الفراخ ما شاء الله، ما شاء الله يعني أسعارها إن شاء الله تنزل وتبقى كويسة، بس يعني بدأنا. بس طبعًا يعني لازم هنعمل فطار يعني، لازم حتى لو قضيناها أيام تانية لازم هنعمل فراخ. أنا باسجل لكم بقى الفيديو ده بالليل يعني قرّبنا على الفجر خلاص. آآ فاليوم النهارده الحمد لله يعني على قد ما كان صعب على قد ما عدّى. عايزة أقول لكم أنا داخلة المطبخ الساعة 17:00، والله العظيم داخلة المطبخ الساعة 17:00 وبُصّوا كنت باجري، والحمد لله لحقنا يعني قعدنا 18:30 كنا خلاص بنفطر، والمغرب قبل كده بس الحمد لله لحقت برضه. لمّا تكون حاجتِك متجهزة بتلحقي. هو كان تأخير ربع ساعة بس إيه الحمد لله. هنا بقى عملت إيه، بسلة، طلّعت كيس بسلة كده من اللي أنا مفرّزاه و وطلّعتها بقى كده على طول شوّحت البصلاية كده خدت اللون الأصفر بتاعنا ده. وقُلت بقى إيه، أنا باحب أصلًا أشوّح الخضار، يعني قرايبي وكل ناسي عارفين إن أنا باشوّح الخضار الأول تشويحة بسيطة وبعدين أنزل بالصلصة. ليه بقى يا حبايب قلبي، ليه؟ أنتِ عايزة ابنِك أو ولادِك يستفيدوا من فايدة الخضار، شوّحيه الأول. ليه بقى؟ علشان الفيتامينات
تتحبس كده جواها، والناس اللي بتسلق الخضار قبل ما تحطه في الفريزر، انت كده خلاص، انت ده تاخديه سوري يعني ترميه. يعني انت خلاص كده انت ضيعتي كل الفيتامينات اللي فيه وكل حاجه فيها. انا دايما بحب اقول لكم المعلومات المفيده، يعني بيبقى الفيديو بتاعي حاجه مفيده، فاي معلومه ما بخلش عليكم بيها. انا دايما بشوح الخضار كده يحتبس كده بالفيتامينات بتاعته، وانزل بالصلصه، لان انت لو قعدتي بقى تسبكي تسبكي تسبكي، واحنا المصريين بنحب نسبك، ده خلاص انت ضيعتي فايدته كلها، انت تاخديه فعلا مش هيتاكل، يعني مش هيفيد ولادك اصلا. فالاحسن ان احنا نشوح الخضار الاول، وبعدين ننزل كده بالطماطم ني في ني، وهي هتتسبك مع نفسها على نار هاديه، هتتسبك تاخد غلوه، هتبقى لونها احمر وجميل، وفي نفس الوقت الفيتامينات بتاعتك ما خسرتهاش. مهم قوي الام وهي بتعمل لاولادها الاكل تهتم بالحاجات والتفاصيل البسيطه دي، عشان يبقى انت كل واحده بتخاف على ولادها وبتحب ولادها في احسن حال. زودت كده كمان من مع غرفتين كده من الشوربه، عشان يبقى نحس بقى طابخين يا جماعة، طابخين يعني نطبخ من الشرب. قررت كده كمان، كنت سألت على ملوخية خضرا بالسوق، مفيش عندكم برضو؟ مفيش؟ اللي يعرف يقولي في التعليقات. فجبت عملت ملوخية ناشفة. أنا ما بعملش الملوخية الناشفة في بيتي علشان جوزي ما بيحبهاش خالص، فأنا النهاردة نفسي فيها، نفسي آكل ملوخية، أي ملوخية قدامي هاكلها. بس ما باحبش أجيب اللي هي الجاهزة في السوبر ماركت دي، ما باحبهاش يعني. فقُلت الناشفة جاية من الخضرا منشفانا، التانية دي أنا يعني بصراحة ما باشجّعش، عملتها كام مرّة كده ما شجّعتنيش خالص إن أنا أعملها تاني. فنزلت كده بالملوخية الناشفة جايباها من السوق كده، في ستات كده بيبقوا قاعدين بيها، جِبت كيسين اديتهم كده نخلة بسيطة كده بالمنخل، وقُمت نازلة عليها شوية ملوخية عادية خالص، غليت الشوربة وحطيت فيها التومة والكزبرة، وهنا بقى إيه، مش تومة كتير في الشوربة، يعني حاجة بسيطة. وهنا بقى حبيت أعمل الطشة، بُصّوا بقى منظر الطشة والتوم كمان عندي فريش، التوم دلوقتي إيه يعني مَلَى الأسواق، وهنبتدي بقى نخزّن ونفرّز التوم بتاعنا، بس بجد وهو فريش كده تحفة، باحب أشيل شوية فريش. بتنزل على الملوخية، بُصّوا بقى الجمال، تحفة والله زي الخضرا بالضبط، وطعمها كان رائع والعيال حبوها جدًا. وكده خلاص كنت أنجزت بقى يومي، وعملت الرز بالشعرية والفراخ وملوخية وبسلة، والحمد لله، الحمد لله، وشوية شوربة كانوا زي العسل. الحمد لله كده خلّصت في الوقت المطلوب، والعصير بتاعنا كمان جِهِز وسِقع وبقى جميل، وبألف هنا وشفا عليكم. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب، يا رب أيامكم كلّها خير وسعادة وهنا، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.